السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا زاهيات منورات وبطاقه ايجابيه. طمنوني عليكم، واش احوالكم؟ انا في تمام الصحه والحمد لله. مشتركات جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه بطلتكم وبوجودكم. مشتركاتي اللي قدام نقول لكم يا احلى واغلى من الورد. ديما منوريني بتعليقاتكم، بتساؤلاتكم عليا. ربي يحفظكم وربي يعطي كل وحده على حساب قلبها ان شاء الله. كما قلتوا لي علاه مانيش دوجو هادو على غبت عليكم. اول حاجه على بالكم باللي درت تنظيف لو صالون تاعي. دوزيام شوز درت لي شامبر من هيه. علاه ما نبارطاجي؟ شوفوا انا من لو جوغ سبحان الله، شغلي نقضيه في ساعه فيت في، ولكن كي نجي نصور ما على باليش علاه نطول مع البنيه تاعي دي فوا ما تخلينيش عليها نعيا صراحه. لكن تحضيرات لرمضان ان شاء الله اذا حينا الله سبحانه عز وجل، واش راح نوصيكم انا، واش راح نوصيكم؟ وصيكم بلي ما تستناوش حتى يلحق شهر رمضان وتبداو ديروا مثلا ميناج في الضربه، ما تفهمي منين تبداي منين تخلصي ومن بعد تعياي. وثاني حاجه يلحق عليك رمضان نورمالمون يلقاك بطاقه قويه جدا، يولي يلقاك كاين فابليه. علاه بيسك درتي الميناج سي بون. وتزيد رمضان يحتاج شويه الوقفه، يحتاج العباده، يحتاج الطاعه، يحتاج انك طيبي للاهل نتاعك. فلذلك حاولوا انكم ما تعبوش رواحكم بالبزاف. عندي انا وشي هو باغ اكزومبل كيما الزربيه تاعي تاع لو صالون هذه راح تتغسل. انا دوك يزيد شويه الحال في المنطقه اللي راني ساكنه فيها، يزيد شويه برك الحال دوك يبدا يسخن، نستنى يديها زوج ان شاء الله يغسلها كي هي هذيك تاع المصلى. عندكم الفراشات مازال، بيسك انا الفراشات هذو تاعي اصلا راني كنت غسلتهم ونحطهم في لا ماشين لافي تاعي عادي نورمال. كي قرب نغسلهم كيما قلت لكم بديت بلو صالون ساعه هو الاول. شفت لي كوفر تاعي واش فيهم واش ما فيهم. شفت باغ اكزومبل واش هما المشتريات اللي نحتاج نشريهم لو صالون تاعي. بعدها مباشره اليوم درت تنظيف عميق للغرفه تاع البنيه تاعي. الحاجه اللي تطرمى رميتها، الحاجه اللي تتخلى خليتها. دوك نبارطاجي معكم دقيقه برك. هاي ليكم نحيت الزربيه، نشفت لها كيما شفت كيما يحب الخاطر. هبطت الالعاب تاعها كامل لهنا، هزيناهم في الكاجو. بعدها فرغتهم من لهنا. الزربيه سي بون، صفيتها. هاي الزربيه اللي قلت لكم فاتو سي بون نحيتها. واش حكمت الالعاب اللي طرماو سي بون رميتهم. الحوايج اللي يقعدوا واش عندي فقط عندي برك الارجوحه تاعها لازم تحتاج شويه تتغسل. عندكم البوسات ثاني تتصل وهذو يتغسلوا، ما نكذبش عليكم خلاص لحقوا الوقت اللي لازم الالعاب تاعها تتغسل. بصح ما راحش نديرهم في فرد نهار، يعني ما راحش نغسل العابها في فرد نهار وننظف الشومبرا في فرد نهار. ماما من فضلك دقيقه برك سكتي دقيقه نكمل وهضري. قلت لكم ولا نهار رتبت الالعاب انا وياها وفقا ما تحب هي، ما نرتبلهاش العابها وفق ما نحب انا، بس ماشي انا اللي راح نلعب. عندكم لهنا برك درت لها الالعاب التعليميه مع بعضها، بس على بالها بلي الكتابات هنا يتحطوا. وهذا بزاف هاي الاخي فاتو بارطاجيتو معاكم في الفيديو السابق. في 500 ايماج ويتعلموا منه ولادكم الله يبارك، يعني ما شاء الله يتعلموا مصطلحات جدد. وكل ما تعلموا الابن تاعك المصطلحات كل ما ساعدتيه على النطق. باغ اكزومبل هنا عندكم البصل، عندكم طماطم، عندكم مثلا مشمش، عندكم مثلا جزر، بيضه، العصير الى اخره. شوفوا فيها عندكم هنا طعام، هذا تاع الطعام. عندكم هذا كامل تاع طعام. عندكم هنا اللعب، عندكم هنا العاب. هنا برك نستنى الوالد تاعها يقرا فيه، يديروا لا غرافاز، يعني كما نقولوا حنا يحكموا بلا غرافاز من على كوتي باش ما يفسد لهاش. بيسك اصلا كي شريتو كما نقولوا حنايا لا كاليتي تاعو منه ناقصه ماهيش حاكمه مليح. هذه هي يعني شريوه لولادكم وماهيش في الندامه. هرديه لهنا بلاصتو. كما قلت لكم عندها الجانب التعليمي وعندها لهنا هذا اللي قلت لكم عليه فيه عفوا دير فيه الطبخ ماما. يعني هذا هما الاولاد. شوفوا انا مازال حتى ما كملتش. شوفوا صايب بدات شويه الفوضى، لا علينا ليسونسيال نحاولوا نتمتعوا مع اطفالنا نخليوهم يشبعوا راحتهم. انا حرت شوفوا كي نجي نصور برك تلقاوها هي الدور هنايا قدامي. لا اله الا الله، الله المستعان. لازم دائما نتحكموا في اعصابنا. راني حبست الفيديو ما نعيط لكمش الكواليس، وليت استجمعت الطاقه تاعي ورجعت. لهنا كما قلت لكم ليسونسيال. المشكل ماهيش في الفوضى تاع اطفالنا، الفوضى راه يجي نهار وكما نقولوا حنايا خلاص تبقى البيت تاعك نظيفه. المشكل في طريقه التعامل مع الطفل في حد ذاته. لا ماما اللي يقولوا لي كيفاش لازم نتحكموا في الغضب تاعنا، ماشي تحكمي في الغضب تاعك فقط. الغضب تاعك اسكو الطفل هو السبب تاعو ولا عامل واحد اخر، ولا الزوج مثلا، ولا الاصدقاء، ولا مثلا الناس برا هما اللي يقلقوك وتجي تفرغي الضغط تاعك في الطفل تاعك. شوفوا الحاجه اللي تزرعيها راكي تحفظيها. تضربي ولدك اليوم يكبر يضربك، تكبري فلاج يولي ولدك يضربك. ما تقولوليش كيفاش هذاك الطفل يضرب مو، خاطر هي بعد كانت تضربه، كانت ماهيش رحيمه معاه،
خلاص الطفل هذا كي كبر رجع ما يحبش لا مامون تاعو. يعني ما تحيروش نلقاو اخرين يقولوا لنا الام والاب تاعي كانوا قاسيين عليا. ما تحيروش باغ اكزومبل الاطفال يقول لك انا ما نحبش امه. علاه؟ لانه نتيجه التعامل هي اللي كما نقولوا حنا تفرض نفسها. حاولي انك تزرعي الحاجه اللي باغيه تحصديها مستقبلا. تزرعي خير تحصدي خير، تزرعي شر تلقاي شر. يعني الدنيا هذه راهي كي كما تدين وتدان، سواء مع الصغير سواء مع الكبير. حاولوا تعاملوهم بلطف، حاولوا تعاملوهم باحترام باش تزيد الثقه تاعهم بنفسهم، باش ما تخليوش الخوف يدخل قلوبهم ومن بعد يكبروا يوليو يهربوا منكم للمجتمع برا، والمجتمع برا راهو ما يرحمش. كذلك هذو بالنسبه للتنظيفات قلت لكم ابداو نظفوا بالحاجه. مثلا لو صالون الاول باغ اكزومبل غرفه الاطفال، مثلا انا شامبرت مريم نظفتها دركا صح، نحيت الزربيه ايتو ونزيد نعاود نغسلها الالعاب تاعها. مي كي يلحق رمضان نعاود لها يعني ميناج خفيف فقط، ما راحش نروح نعاود نغسل الالعاب ونعاود تكسر الراس. واضح؟ الزربيه تاعها راس اصلا الله يبارك راهي كي نظيفه ماهيش خارجه بيسك اصلا ما تاكلش هنا تلعب فقط. كون ديتو العبره من الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، كي تكوني قلقانه ولا دار ولدك يعني بيتيز دار يعني نقولوا حاجه ما تصلحش، خرجي من هذيك لا شامبر، بدلي هذيك لا شامبر، استجمعي الطاقه تاعك، تنفسي ومن بعد روحي فهمي الابن تاعك نوعيه الخطا نتاعو وبلي ما يتكررش. فهمتيني ولا لا؟ بس كي تضربيه راكي ما درتي حتى حاجه في الصلاح. نحبكم بزاف، اهتموا بانفسكم واهتموا بصحتكم وما تخدموش كل حاجه فرد ضربه، وما تخليش حتى كي يلحق لك رمضان وتبداي تنيطوايي في دارك. نحبكم بزاف يا احلى واغلى ناس على قلبي. في امان الله.